تخبرينا شوي عن اللوك اليوم؟ ستايلست ندى حسام، ديزاينر تيم عابد، جولري إيرا، ميك اب ميرنا كوزمان، والشعر ملاك محمد الصغير. وفيك توصفي لنا المهرجان بكلمة واحدة؟ هدوء. Thank you so much. You look great. Thank you. Thank you. You look great today. فيك تخبرينا شوي عن اللوك؟ ميرسي. اللوك ستايلست ياسمين قناوي، ميك اب ريهام خليفة، ادريس رامي قاضي، جولري جلامر، شعر صغير. في حاجة تانية في اللوك أنا نسيتها؟ لا. فيك توصفي لنا المهرجان بكلمة واحدة؟ المهرجان بكلمة واحدة؟ لا، هو كل سنة كلمة مختلفة عن اللي قبلها. إذا حياتك فيلم شو بيكون اسمها؟ لو حياتي فيلم جميلة. بسنت هابي بيرثداي. ثانك يو. العمر كله يا رب. يا رب. ثانك يو. كثير مبسوطين انه اليوم شايفينك بمهرجان البونا. احكي لنا وصفي لنا المهرجان بكلمة واحدة. فاشن. يا ريتا منورة الأولى يا ريتا. منورة يعني معقولة يوم ما تيجي يوم على ده احنا عايزين نحتفل بيكي يعني وانا عايزة احتفل. ده انت يعني وحشانة جدا وما صدقت وانا مستنية الزيارة دي من زمان. انا كمان بس وعايزين بقى بعد ما تخلصي البروجرام بتاعك عندك حاجتين انا بعد كده اساسية او عندك حاجة كمان ترجعي بقى على مصر ونعمل احلى زياره لمصر نفسحك في مصر بقى ان شاء الله. يا ريت حبيبي يا ريت. منوره يا روح قلبي وسعيده اني شفتك وانا بحب. فجأة بتصور معاك. خلاص تمام. ايه اكتر فيلم حببك في السينما؟ هل فيلم الخالد النبوي وانصحك انك ترد ردود؟ لا انا هرد ردود صريحه. اوكي. فيلم حببني قوي في السينما، فيلم السينما باراديسو الكونفاتوري. طبعا. طيب وتعلمت ايه من السينما؟ السينما بتعلمنا حاجات كتيره قوي. اتعلمت احس. انا اتعلمت احس بالسينما. I love you. فيلم بوي بوي ده حاجة عرفتها من السينما. السينما علمتك حاجات كتير قوي. طب ما اقدرش اقول لك ايه بالظبط، بس هي اصلا اثرت في تكوين شخصيتي بجد. الافلام والسينما. استاذ طارق اتعلمت ايه من السينما ما كنتش تعرفه؟ عرفت من لا السينما. انا فاكر مره الدكتور يوسف كويس ممكن تعلمي حاجات سيئه مش كلها حاجات كويسه. ايوه. انا فاكر مره في حوار فبيقول لهم هو لما بدا وهو صغير يشرب سجاير فاكتر مشكله بتقابله يشرب سجاير علبه السجاير. انا سمعت الموضوع ده. تحطها في الجيب. ايوه. فقال لها محمود المليجي يحطها في الشراب. فيحط العلبه. طبعا السينما بتعلمنا الفن كلها الذوق. اللي سعاد حسني مثلا صنع جديد طبعا. يعني الستينيات كل فتيات الستينيات عندهم نموذج اسمه سعاد حسني. طبعا ولغايه دلوقتي. والالفينيات. الخمسينيات كان فاتن حمامه. انا عايز اقول شاديه. انا عايز اقول يتحولوا لنماذج. صح صح. والنهارده عندنا ياسمين رئيس يا جميله يا حبيبتي. بتجتهد وبتحب السينما من زمان على فكره. ايوه ايوه. استاذ محمد خان فتاة المصنع. فاكره ياسمين؟ طبعا مش هنسى. ولا وجايزه مهمه جدا قوي قوي قوي. ايوه في مهرجان دبي. بالنسبه لي كانت مهمه جدا برضه عشان في الاول. وهي جايزه مهمه يعني عايز اقول. I'm good. All is good. Yeah. حلو حلو. التيمة كان عندك من كام يوم. ايوه كان في المعادي. جاي طلب مني شاي شاي ابو ربيع ولا ام ربيع حاجه كده. المهم عايز اعرف منك عمر هلال مخرج بوي بوي ايه اكتر فيلم حببك في السينما؟
فيلم حببني في السينما اول فيلم حببني قوي في السينما كان رين مان. واكتر فيلم بحبه غالبا كيب فير ولا دولتشي فيتا بتوع فيليني. اتعلمت حاجة من السينما، لأن احنا كلنا بنتعلم من السينما طول الوقت. بنتعلم تاريخ، بنتعلم عن شخصيات وناس سيرة ذاتية، أزمنة، عوالم مختلفة، حاجات كتير. ايه العلاقات؟ ايه اللي عمر هلال اتعلمه 15 دقيقة كنتش تعرفه؟ يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا في حاجات عن يعني أنا قلت عشان الأحداث. لا أنا أكون الأحداث. لا أبدا. قلت لها لا والله بقى إيه عشان أبقى كده شوية إيه سيمباتيك كوميديك. لا والله يا ميرفت أبو ايوه. أكتر فيلم بتحبيه في السينما؟ صباح الفل. نعم عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس؟ أكتر فيلم بتحبيه في السينما؟ فيلم ابيض واسود. يعني بصي اقول لك انا بحب جدا 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 افلام اسماعيل ياسين. عامله العيله كلها، يعني مش عارفه احنا غالبا اتربينا عليها فبقينا نتفرج عليها يوميا. فاسماعيل ياسين السنبطي ده زي الفيلم في حياتي. انا عندي افلام بقى بحبها بصفه شخصيه. مبدئيا افلام شاديه، لان شاديه حقيقي طبعا بتعمل كل الادوار باتقان شديد. وفي افلام